الاسعار بقت مولعه نار وما بقتش قادر على مصاريف بيتك ومصاريف ولادك في عز الغلو اللي عمال يجري اليومين دول، او انت شاب داخل على مصاريف جواز او نفسك تتجوز البنت اللي انت بتحبها وفي نفس الوقت مصاريف الشقه ومصاريف الفرح بقت تقيله قوي اليومين دول، او انت بنت نفسك تعملي حاجه لنفسك او نفسك تعملي حاجه لاهلك. ممكن تبقى انت حد طموح جدا ونفسك توصل لحاجه كبيره جدا والحاجه دي محتاجه منك فلوس كتيره جدا. ممكن تبقى بنت برضو ولسه بتدرسي ورغم كل دراستك دي ما قدرتيش توصلي للي انت عايزاه، او ممكن تكون حد اتخرج بشهاده عاليه جدا وفي الاخر خالص ما قدرتش تحقق بيها اي حاجه في البلد دي. لو انت اي حد من الناس اللي انا قلتها دي فركز كويس جدا معايا علشان كل اللي انت محتاجه هتلاقيه في النص ساعه دي. قبل بقى ما نتكلم في اي حاجه، بما ان احنا قاعدين في البيت كده، تعال نقوم نعمل شويه قهوه ونرجع سوا ندردش مع بعض للصبح. القهوه اكيد عشان تشوفني النهارده فانت اكيد جات لك او سمعت عن فكره ان في مشروع النهارده يقدر يساعدك ان انت تقدر تعمل فلوس او ان انت تقدر توصل لدخل محترم جدا. شفت على السوشيال ميديا او صاحبك قال لك ان في فرصه كويسه ان تساعدك ان انت تعمل فلوس. الفلوس اللي انت نفسك تعملها مش محتاج ولا تسافر لها بره ولا تاخد لها شهاده. نسيت اعرفك، انا محمد خلاف، انا دكتور اسنان. بدات البيزنس ده جوه بلدي ونجحت جوه بلدي وحققت احلامي وانا في سن صغير جوه بلدي، وجاي اعلمك النهارده انت كمان ازاي تقدر تعمل ده. الكلام اللي هقوله دلوقتي ده محتاج منتهى الروقان، فلو مش معاك ورقه وقلم قوم هات دلوقتي ورقه وقلم، ونصيحتي اوعى تجري ولا ثانيه من الفيديو ده علشان مش هتفهم منه اي حاجه. فكل كلمه هتتقال حاول تكتبها على قد ما تقدر. الشغل بشكل عام اللي احنا اتعودنا عليه من صغرنا، يا الوظيفه اللي احنا اتربينا عليها ودخلنا مدارس ودخلنا جامعات علشان خاطر نحاول نوصل لوظيفه محترمه، او المشاريع اللي لو الوظيفه ضاقت بينا. وعشان خاطري لو انت شاب النهارده في بدايه حياتك او انت حد من الناس اللي انا قلتها في بدايه الفيديو، احسب معايا بالظبط اللي انا هقوله ده. تخيل ان انت دلوقتي موظف باحسن مرتب يأهلك ليه. هديك مثال، انت مثلا النهارده مدرس، شوف احسن مدرس تعرفه في الحياه بيقبض كام في الشهر. خلينا افترض معاك رقم وانت اكتب الرقم الحقيقي دلوقتي. افترض معايا ان انت بتقبض مثلا 15000 جنيه في الشهر. ال 15000 دول لو انت عرفت توفر منهم 5000 جنيه بس كل شهر، و10 هيروحوا مصاريف مواصلات واكل وشرب، ده معناه ان انت بتوفر في السنه كام؟ اضرب الخمسه في ال 12 يبقى 60000 جنيه. قول لي بالله عليك النهارده لو انا النهارده شاب عايز اتجوز ولا عايز اعلم ولادي تعليم محترم، اقل حاجه يا باشا بنتكلم فيها النهارده كام؟ المليون جنيه، صح؟ اللي هو النهارده في زماننا في 2025 ما يعملش اي حاجه. المليون جنيه بما ان السنه ب 60 تقريبا يطرح له في قد ايه؟ يحتاج مده قد ايه من يعني لو انت السنه ب 60 محتاج كام سنه عشان تعمل لك المليون جنيه؟ محتاج لك تقريبا من 15 الى 17 سنه. السؤال بقى المهم، هل الحاجه دي هتستناك يا باشا بنفس الرقم؟ هتستناك بنفس المليون؟ فبنقضي عمرنا كله بنجري ورا الشقه، بنجري ورا الجوازه، بنجري ورا عربيه، كلها حاجات في الاخر هي مقومات حياه عاديه. انا ولا قلت فيلا في التجمع ولا قلت حاجه في الساحل، انا بتكلم في مؤهلات حياه عاديه ليك وليا. فانا اتاكدت من البدايه ان اي وظيفه عمرها ما هتوصلك للي انت عايزه، فالوظيفه ينفع يبقى جنبها حاجه، ولذلك احنا بنلجا للايه؟ للمشاريع. طيب النهارده اقل كلام لو انت تعرف النهارده حد عنده مشروع، اقل كلام عشان تعمل مشروع يصفي لك في الشهر 20000 جنيه. تخيل كده معايا كده راس المال هيبقى كام؟ احنا النهارده بنتكلم في 2025 شهر 6 اقل مشروع في مصر النهارده التوك توك ب 300000 جنيه، صح؟ طيب البيزنس اللي انا جاي اكلمك عنه النهارده بيزنس انا بداته من كام سنه سالب فلوسه تقريبا يعني، وبداته وانا ما اعرفش عنه اي حاجه. انا كان تخصصي دكتور اسنان، فده الفيلد بتاعي، ده مجالي، يعني انا ابعد ما يكون عن الموضوع ده، لكن بداته وانا ما عنديش خبره. فلو انت حتى ما عندكش الخبره ما تقلقش، برضه هعلمك ازاي تقدر تعمل ده طبعا لو انت حد عايز يتعلم. احنا دلوقتي علشان توصل ان انت تقول على بيزنس ناجح لازم تشوف اصلا التجاره بشكل عام في الحياه، الناس اللي سبقتنا شغاله في انهي مجال. لو جيت تعمل سيرش النهارده وجيت تبص على اغنى 10 افراد في العالم، لا هتلاقيه عنده عياده ولا هتلاقي عنده مصنع ولا هتلاقي عنده شركه، مش هتلاقي كل شغلهم اللي بيوحدوا حاجه واحده بس، الاونلاين. انت النهارده عشان تفتح اي حاجه في الحياه الاونلاين يكسب. ليه؟ لسببين اتنين. اولا الاونلاين مهما كان كنت ناجح، انت لو فتحت مشروع محل ملابس في القاهره مهما كنت ناجح
هتبيع لبتوع القاهره، لكن في الاونلاين بقدر ابيع لكل المحافظات وبقدر ابيع لدول تانية. علشان كده الاونلاين يكسب. تاني نقطه بالنسبه للاونلاين التوفير. احنا كدوله لما بنيجي ندخل حاجه اونلاين، احنا مش بندخل حاجه اونلاين نزاهه لا سمح الله. فاكر مدام عفاف الطابور اللي كنا بنقف في السجل المدني لحد اخر الشارع عشان تجدد البطاقه او علشان خاطر تطلع رخصه؟ دلوقتي بقى مفيش مدام عفاف، بقى جاب لك اله صغيره، الاله الصغيره دي بتحط لها الفلوس ال 200 ال 300 جنيه بتطلع لك الاستماره. صح؟ كام مدام عفاف على مستوى الجمهوريه خسر وظيفته؟ كتير جدا. تمام. لكن بالنسبه لصاحب المؤسسه هو وفر على دماغه وجع دماغ والمرتبات بتاعه الموظفين بمعاشاتهم بدنيتهم. فعشان كده الاونلاين هو الوضع الحالي وهو اللي جاي. لو انت عايز تفتح النهارده مشروع اونلاين وعايز تقدر توصل منه للارقام اللي انت سمعت عنها، ما اعرفش انت سمعت كام، لكن احنا ما شاء الله احنا عندنا ناس قدرت توصل لارقام مرعبه. انت عشان تفهم النهارده ايه البيزنس اللي احنا بنتكلم عنه، محتاج الاول تفهم ايه الفرصه اللي شركه كيان النهارده بتقدمها لك. كيان شركه مصريه جوه بلدك، ولا محتاج تهاجر ولا محتاج تسافر ولا محتاج تعمل اي حاجه في حياتك. كيان عندها شويه منتجات زي اي منتج. المنتجات دي عشان تتسوق محتاجه طريقه في الدعايه او في التسويق انت تعرفها وانا اعرفها. زي ان انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب عمرو دياب، ممكن اجيب محمد صلاح واصرف لي 500 مليون جنيه كشركه. الشركه في الاخر منتجاتها الرئيسيه الملابس والاكسسوارات والحاجات دي كلها. في الاخر الشركه صرفت الفلوس دي قبل البيع ولا بعد البيع؟ قبل البيع. صح؟ في الاخر لو انت قابلت صاحبك في الشغل او انت قابلتي صاحبتك في الشغل وقالت لك اخويا جاب البدله اللي عمرو دياب لسه عامل اعلانها امبارح وباظت مع اول غسله، هتشتريها؟ فبالتالي في الاخر اللي بيأثر في العمليه البيعيه اللي جرب ولا الدعايه التقليديه؟ اللي جرب. فكيان قالت حاجه جميله جدا، انا مش هعمل الدعايه التقليديه اللي الناس دي بتعملها، امال هعمل ايه؟ هوفر كل الملايين والفلوس اللي انا كنت هصرفها دي واديها للشباب في صوره عمولات في مقابل ان هم هيسوقوا لي. الشباب دول علشان يبداوا او يشتغلوا في الاخر معايا كشركه كيان محتاجين ان هو يكون اصلا وكيل ليا. ايه اصلا اللي يخليني ابقى بفكر ان انا ابقى اكون وكيل لكيان؟ ايه المميزات اللي كيان هتقدمها لي؟ علشان نفهم مميزات كيان اركن شويه كيان على جنب وتعالى نفترض ان انا وانت دلوقتي هنفتح مشروع اونلاين لوحدنا علشان نبدا نكسب ونبدا نشوف الناس اللي بتعمل فلوس كتيره بتعملها ازاي من مجال الاونلاين ونبدا نشتغل. اول حاجه هنحتاجها علشان نفتح مشروع اونلاين ناجح هنحتاج حاجه اسمها متجر الكتروني. دي اول حاجه. المتجر الالكتروني ده بيتكون من ايه؟ اول حاجه هنحتاجها منتج او خدمه، ودي ببلاش بفلوس. المنتج والخدمه دول هيتعرضوا على موقع، مش هنعرض على الفيسبوك لان في الاخر احنا عايزين حاجه نكون احنا اللي مسيطرين عليها، فبالتالي هنحتاج موقع يجي مبرمج ياخد فلوس عشان يعمل لنا الموقع بتاعنا، فدي برضو بفلوس. ثالث حاجه هتحتاج المخازن سواء هنأجر او ناخدها ملك عشان نحط فيها المنتجات بتاعتنا، لان فكره الاونلاين ان احنا وفرنا الفلوس اللي كنا هنصرفها على المكان والتشطيبات والديكورات، ووفرنا المخازن. الناس لما تيجي تطلب منتجاتها هيرد عليها خدمه عملاء. الناس دي هتشتغل معانا ببلاش ولا بمرتبات؟ الناس طلبت اوردرات هيروح لها عن طريق شركه شحن. علشان الناس دي تاخد منتجاتها محتاجه ان يبقى في تعاقد للشركه بتاعتنا مع شركه شحن. كل اللي انا قلته ده تقريبا اقل كلمه فيه بتكلفنا فلوس كتيره جدا جدا. فجت شركه كيان عندها كل اللي انا قلته دلوقتي ده وهتقرر ان هي هتخليك شريك فيه بمقابل ان انت هتشتري حاجه اسمها باكج او باقه. الباكج اللي انت بتشتريها من كيان بتدي لك 3 حاجات اقل كلمه هنطقها دلوقتي تساوي ملايين يا باشا. تعال نحسبها. كيان بتديك فرصه ان انت تاخد التوكيل بتاعها في مقابل اقل خدمه ممكن تقدمها لك. بمعنى احنا النهارده فاكر خدمه العملاء اللي احنا لو قررنا نفتح متجر الكتروني يشيل معانا الخدمات او المنتجات اللي احنا هنقدمها لل 28 محافظه اللي موجودين في مصر، فلو مشغلين معانا 10 موظفين خدمه عملاء احنا تقريبا وهندي لكل واحد فيهم مرتب بسيط جدا زي 5000 جنيه، احنا كده بنطلع كام لبند خدمه العملاء فقط؟ حوالي 50000 جنيه كل شهر مرتبات. ولا اتكلمنا في مخازن ولا اتكلمنا في منتجات. في كيان هتعرف تبدا البيزنس ده برأس مال مرة واحدة فقط. رأس المال ده هيساوي الرقم اللي أنا لسه قايله 57000 جنيه في مقابل أقل كلمة أنا هقولها دلوقتي هتساوي ملايين. اكتب كده معايا لو أنت معاك الورقة والقلم، اكتب كده في النص كده الباكج، اكتب تحتها سعرها اللي هو ال 57000 وطلع 3 أسهم. ده باختصار يعني إيه باكج. أول ميزة سعادتك بتاخدها من الباكج دي التوكيل. هل النهاردة ينفع أنا وأنت نفتح مطعم نسميه ماك او نسميه KFC؟ يستحيل، لان دي علامه تجاريه مسجله، فعلشان نشتغل من خلال الاسم ده محتاجين ندفع حاجه اسمها فرانشايز او تامين. صح؟ ودي مش ببلاش، دي بايه؟ دي بملايين. دي اول حاجه. توكيل كيان ليه ميزتين، يعني اكتب كده تحت التوكيل 1 و2 هرجع لها دلوقتي.
بس اهم حاجه تبقى فاهم ان التوكيل ده اهم ميزه من مميزات كيان، لان هيديك حاجه مش هتلاقيها في اي شغلانه تانية. تاني ميزه اللي شرحناها من شويه، المتجر الالكتروني المتكامل في كل ما تتخيل من منتجات كيان النهارده اللي بتقدمها. كيان جواها مجموعه من الشركات، كل شركه ليها خط انتاج بالكامل. اللي انا لابسه ده تقريبا كله من كيان. دي كيان بريميوم، شركه من ضمن الشركات اللي بتصنع منتجات. عندنا كلاسيك، منتجات البدل ومنتجات الكوتس او البلطو. عندنا شركه كيان كوتون، ودي بتصنع الهدوم الكاجوال، اللبس العادي اللي هو الجينز والتيشيرتات، رجالي وحريمي طبعا واطفال ومقاسات كبيره. تمام. عندنا خط انتاج نيوتريشن، كيان نيوتريشن دي بتنتج مواد غذائيه. عندنا شركه الجديده، شركه طبعا السكين كير، حاجه اسمها بريشيا، من احلى الشركات ان شاء الله، بيحصل فيها تطوير مستمر الفتره اللي جايه. كل دي حاجات احنا بنحتاجها، وكل دي خدمات يحق لك استخدامها. يبقى دي تاني حاجه، المتجر الالكتروني المتكامل. تالت حاجه، المنتجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها هتبقى هديه ليك يا معلم. بمعنى الشخص اللي اشترى الباكج ده هيستفاد بالفلوس اللي دفعها تقريبا او يمكن اكتر منها كمان، منتجات استخدام شخصي ليه. بمعنى انت النهارده لما بدات كيان، هل انت بداتها النهارده علشان خاطر توصل للارباح بتاعتك او توصل للارقام اللي احنا اتكلمنا فيها، ولا بداتها علشان خاطر المنتجات؟ انت بداتها علشان هي فرصه مشروع، صح؟ طيب الموضوع مش بيوقف لحد كده. انت براس المال اللي انت استفدته، اللي انت بدات بيه، بتاخد بيه منتجات. بدات كيان ما بداتش كيان، هل انا وانت وغيرنا هنبطل نشتري هدوم؟ يستحيل. فكيان قالت لك ايه؟ بدل ما كنت هتشتري من بره، تعالى من عندي نفس الهدوم اللي انت بتشتريها في العادي هتيجي تشتريها من هنا، فهتبقى انت بقيت وكيل رسمي ليا، وهتبقى خدت الايه؟ الثلاث حاجات اللي جوه الباقه: التوكيل، المتجر الالكتروني، والمنتجات اللي هي تعتبر ايه؟ هديه. بس ثانيه واحده، خلينا راجع على حاجه مهمه جدا. احنا قاعدين دلوقتي وانت قاعد بتسمعني ليه؟ لان انا عندي احلى منتجات في العالم، ولا عندي احسن فكره مشروع تساعدك تعمل دخل؟ احسن فكره مشروع تساعدك تعمل دخل. وطبعا في باقات اقل من كده بتبدا من 25، لكن طبعا افضل حاجه انا اشتغلت بيها وساعدتني ان انا اعمل الارقام دي في مده اقل هي باقه ال 57000، ودي اكتر باقه هتساعدك انت ان انت توصل اللي انت عايزه في مده اقل. وبما ان اللي يشغلني واللي يشغلك واللي يشغل كل الناس ازاي نقدر نعمل دخل يساعدنا ان احنا نعيش عيشه احسن في الظروف دي، فاحنا النهارده في غيري وغيرك كام واحد؟ كتير جدا، صح؟ مصر كلها النهارده بتعاني من ايه؟ في منتج النهارده او في نقص عند اي بني ادم من اي نوع منتج. يعني مثلا انت النهارده مشكلتك في قله الهدوم اللي جوه دواليبك، او قله الاكسسوارات اللي عندك، ولا قله المشاريع اللي تساعدنا ان احنا نوصل لدخل محترم؟ هي دي الحاجه، او ده المنتج الاكبر، او ده الاحتياج الاكبر اللي انا وانت وغيرنا من الناس والشباب والستات والشباب اللي بيبنوا نفسهم بيدوروا عليه، اللي هو فرصه زياده دخل عن طريق مشروع في المتناول يساعدهم انهم يعملوا فلوس محترمه جدا. فدورنا في كيان بعد ما انت ما بقيت وكيل، خلاص انت خدت كل المميزات الحلوه دي، خدت التوكيل وخدت المتجر الالكتروني وخدت المنتجات، علشان تبدا تشتغل وتكسب. انت دورك هنا ايه؟ مسوق بالعموله. بس مش اللي انت فاهمها خالص. تعالى واحده واحده ايه نبسطها ونفهم ايه اللي بيوصلنا للارقام الكبيره دي، لان في تسويق بالعموله كتير جدا. انت في كيان دورك ان انت، ودي اهم جمله يمكن هقولها النهارده، دورك انك تدور على اللي بيدور عليك يا معلم. يعني ايه؟ يعني انت من النهارده دورك ان انت تشوف مين اللي كان نفسه يفتح مشروع يعمل له ال20,000 جنيه في الشهر، بس مش معاه النص مليون جنيه، مش معاه المليون جنيه يروح يفتح بيهم مشروع وبعد كده الله العالم بحاله. هم دول اللي بيمسكوا فيك. فانت بتبدا تشرح لهم فكره كيان كفرصه مشروع، ان هو يمتلك توكيل الشركه ويمتلك متجرها الالكتروني، وبمقابل ان هو هيبدا يسوق للشركه هيقبض عمولات. ده الجزء الاول. الشركه بتقول لك ايه؟ انا النهارده محمد، لما انا جيت شرحت لك فكره مشروع كيان، هل انت بدات معايا جدعنه ولا عشان سواد عيوني، ولا بدات علشان انت كمان تشتغل وتعمل فلوس؟ علشان تشتغل وتعمل فلوس، صح؟ فالشركه هتقول لي حاجه جميله جدا، في مقابل يا محمد انك هتنزل تساعد الشخص الجديد اللي معاك ازاي يشتغل ويكسب لنفسه. لو هو عمل 10,000 جنيه انا هعمل 20,000 جنيه. وصلت؟ فتفتكر هل لمصلحتي ان انت او الشخص اللي دعاك او الشخص اللي بعت لك الفيديو، هل لمصلحته ان انت تنجح وتعمل فلوس ولا لا؟ 1,000,000%. لان الشخص ده لما انت تعمل مليون هو هيعمل 2. فهتلاقي دايما الشخص اللي دعاك اكتر حد بيخاف على مصلحتك ماديا هو الشخص ده، لانه لما يساعدك تعمل اكس من الارقام هو هيعمل اضعاف الرقم ده. ودي اول جزء يفهمك، او ده اكتر حاجه تقريبا يعني حمستني للمجال ده لما بدات، ان الشخص اللي انا بدات معاه ما عندوش اي مصلحه في الحياه غير انه يعلمني. تمام؟ علشان كده ولا اتطلب منك شهاده، ولا اتقال لك روح خد لي كورس عدد كذا الف، ولا اتقال لك خبراتك ايه العمليه. هنعلمك مهما كان مستواك ومهما كانت خبرتك ومهما كانت علاقاتك، بس لو انت عندك استعداد تتعلم. جميل؟ ولو فهمت الحته دي هتبدا تفهم اصلا يعني ايه بزنس،
ازاي الناس اللي بتعمل فلوس، او ازاي الناس اصحاب الشركات او اصحاب المصانع بيعملوا الفلوس دي كلها، ازاي الناس دي كلها بتبقى قاعده بشوات في مكاتبهم او قاعدين في الشركه وبيطلع لهم ملايين من الارقام سنويا او شهريا، لان هم فهموا يعني ايه بزنس. فكيان هنا هتساعدك ان انت بدل ما تبقى شغال عند حد تبقى انت اللي صاحب الليله، فاهمني؟ لا انا ولا الشخص اللي دعاك مديرك، لا انا ولا الشخص اللي بعت لك الفيديو ده يهمه اي حاجه في الدنيا غير ان انت تكبر وتعمل فلوس، لانك لما تكبر وهتعمل فلوس احنا هنعمل اضعاف ده. انت مبسوط وانا مبسوط، والشركه باعت منتجاتها عن طريق احسن طريقه في الدنيا ممكن تبيع بيها منتج، اللي هو الدعايه الايه؟ الدعايه الشفهيه. جميل. فاعتقد دلوقتي في الحته دي في الفيديو بقيت فاهم ان مشروع كيان هو المشروع الوحيد في العالم اللي 0% خساره. يعني انت كده كده بدات كيان، ما بداتش كيان مش هتصرف ال 50,000 جنيه كده كده او 57,000 جنيه على المنتجات الثلاث سنين الجايه ليك ولاولادك ولاسرتك، هيتصرفوا صح؟ كده انت بدات تستوعب يعني ايه حد في كيان يقدر يوصل لحجم عموله 100,000 جنيه في اسبوع، لان الشركه مش بتحاسبه على شغله، هو بيتحاسب على شغله وشغل فريقه. بالبلدي انت سعادتك بقيت شركه جوه الشركه، وده المكان الوحيد في العالم اللي هيسمح لك انك توصل للحجم ده من الارباح، لان مفيش مكان في الدنيا هيسمح لك انك تقبض على شغل ناس من غير انت ما تديهم. يعني انا في عيادتي كدكتور اسنان اقدر اعين 10 دكاتره، ما هعمل فلوس بالملايين، لكن مضطر اديهم مرتبات بقد ايه؟ نسبه بقد ايه؟ كتير جدا صح؟ في كيان مالكش دعوه خالص بالناس، الناس بياخدوا فلوسهم من كيان. انت لو علمت احمد يعمل 10,000 جنيه انت هتعمل 20,000 جنيه. واصله؟ طيب السؤال هيبقى في راسك دلوقتي، افرض انا ما عنديش الخبره، افرض انا ما بعرفش اعلم. انا عارف ان انت ما بتعرفش تعلم، وعارف ان انت ما عندكش الخبره، علشان كده انا سبقتك وحطيت سيستم. السيستم ده محمد اللي هو دكتور اسنان اشتغل بيه، فاطمه اللي هي بنت 18 سنه اشتغلت بيه، ست بيت وعندها اطفال ما تعرفش اي حاجه في الدنيا عن الشغل اشتغلت بيه وعملت فلوس. كلنا وحدنا حاجه اسمها السيستم، يعني في نظام ثابت ما تقلقش خالص من اي حاجه طول ما انت ملتزم بيه وعندك استعداد انك تتعلمه وتشتغل فيه عشان تكبر بعد كده وتقدر تعلمه لفريقك من بعد كده. دي حاجه من اهم الحاجات اللي موجوده في كيان، ان انا مش محتاجك بشروط، مش محتاجك تكون بتفهم في حاجه، لان كده كده انا ملزم ان انا اعلمك، بس بشرط ان انت اساسا تكون اتقبلت مبدئيا. وهنتكلم دلوقتي يعني ايه اتقبلت مبدئيا. فعشان نراجع بسرعه عشان ما تتوهش مني، طبيعه الشغل العملي ازاي تبدا؟ خطوات بسيطه جدا. تشتري باقه رقم 1، تبدا تتعلم وتاخد السيستم بتاعك، بعد كده تبدا تطبق السيستم ده بمساعده الكوتش بتاعك او الشخص اللي هيبقى معاك زي ظلك طول عمرك. يعني في البيزنس ده الشخص اللي انت بتبدا معاه علاقتك بيه بتكمل طول العمر، بيفضل يعلمك طول الوقت، تمام؟ فبمساعده الكوتش ده بتبدا تكون اول تيم ليك، وبعد كده الكوتش برضه بيساعدك في تعليم التيم ده عشان هو كمان يقدر ينتج ويقدر كمان يوصل لحجم مبيعات محترم، فبالتالي انت كمان تقدر توصل لحجم عمولات كبير جدا. الحدوته دي بقى حدوته مصريه بنسبه 1,000,000%. كيان شركه مصريه، مديرها راجل مصري، اللهم بارك. احنا وصلنا لحجم نجاحات صعب جدا جدا انك تستوعبه، يمكن ده الخطوه الجايه ليك انك تبدا تستوعب احنا وصلنا لحجم فين من النجاحات. احنا اللهم بارك عملنا مؤتمر في الاستاد كان حضوره آلاف من البشر. المؤتمر الاخير بس ما شاء الله في حوالي 13 شاب تقريبا جايبين عربيات من البيزنس ده ما كملوش سنه ونص شغل، فاهمني؟ في ناس قدرت توصل لحجم عمولات في الشهر يتخطى ال250,000 جنيه. ازاي كل ده قدر يتحقق؟ بكلمه واحده بس، ده باور اوف تيم، قوه الفريق اللي والله من غيرها هتبقى سعادتك محتاج تشتغل طول عمرك. فمن غير ان انت تبقى انت شايف قدام حاجه تعرف بعد ربنا يا رب يديك الصحه او يديك طول العمر تعرف قدام انك توصل لمرحله ان انت ما تشتغلش وتبقى فلوسك شغاله، دي حاجه اسمها الدخل السلبي. ودي الحاجه اللي انت محتاج تدور عليها النهارده لانها موجوده. الدخل السلبي مش خرافه، الدخل السلبي مش حاجه مش موجوده. تقدر تشتغل وتتعب في حاجه النهارده توصلك لمرحله قدام ان انت خلاص انت مش محتاج تشتغل لا انت ولا اولادك ولا احفادك، وده ما بيحصلش غير لما تتعب النهارده في انك تبدا مع تيم كويس وتدربه وتعلمه وتساعدهم الاول يوصلوا لاهدافهم، وبعد كده انت كمان تقدر توصل لاهدافك. كانت قصه نجاح لالاف الشباب، يمكن انا كنت واحد منهم. انا بدات البيزنس ده ما عنديش اي خبره في الحياه غير اللي انا درسته في كليتي. انا درست ازاي اعمل تركيبه، ازاي اعمل حشو، الحاجات العاديه اللي اي دكتور اسنان طبيعي بيدرسها. وما كانش عندي اي امل بصراحه ان انا اشتغل في بلدي. كان كل فكري فكر الشباب اللي بتروح تستلف وتاخد قروض وتتداين وتاخد ارقام كبيره جدا عشان تطلع بره، وفي الاخر يعني هو وحظه هو ورزقه. فلما اتشرح لي فكره البيزنس ده ولقيت ان في امل في بلدي ان انا اشتغل او اعمل فرصه كويسه، قلت لي لا. فلما قررت ان انا ابدا كان كل نيتي ان انا احاول ان انا اجيب مصاريفي. لكن لما بدات البيزنس ده
وشفت قد ايه فكره ان انت تساعد حد ينجح فانا كمان انجح اكتر، كانت من اكتر الحاجات اللي فعلا فرقت معايا. فقررت ان انا ادرس البيزنس ده اكتر، والحمد لله اشتغلت البيزنس ده واتعلمته، والحمد لله عملت منه ملايين، والحمد لله جبت منه عربيتي الخاصه، والحمد لله يعني هو النهارده اللي فتح بيتي بعيدا خالص عن شهادتي. انا راجل دكتور، يعتبر الشهاده بالنسبه لي الى الان ما حققتليش اي حاجه. وده الخبر الجيد ليك، ان انت مهما كان شهادتك، مهما كان تعليمك، مهما كان خبرتك، تقدر تشتغل وتقدر تنجح وتقدر تعمل فلوس محترمه جدا وجوه بلدك. والله مش محتاج ولا تسافر ولا تشتغل عند حد، في الاخر انت بتتعب في حاجه بتاعتك. لو انت حد دلوقتي بتفكر في الجزء المادي، فانا والله حاسس بيك، لان انا فعلا كنت من الناس اللي فعلا كانت بدايتي كانت صعبه جدا ماديا. يعني انا بدات البيزنس ده وانا سالف تقريبا كل فلوسه، بس لما بدات ساعتها كان تفكيري في حاجه واحده بس، انا اساسا وضعي المادي سيء، والا ما كنتش زماني سالت على بيزنس، والا ما كنتش دورت على فرصه تساعدني ان انا اعمل دخل. فالسؤال اللي انا سالته لنفسي واللي لازم تساله لنفسك دلوقتي، لحد امتى هيفضل ده الوضع؟ لحد امتى هيبقى المشكله مادي؟ فاهمني؟ فعلشان كده انا قررت مره ان انا استلف مره، ولا اني استلف بعد كده مضطر. لا قدر الله الحياه مليانه ظروف، ممكن حد من الناس اللي انا بحبها يضطرني ان انا استلف اضعاف الرقم ده علشان خاطر اقدر اساعده لا قدر الله في عمليه او في حاجه تانية. ممكن استلف لاي سبب تاني وانا مجبر. فقررت ان انا استلف مره عشان احل مشكلتي ماديا طول العمر، ولا اني اضطر ان انا استلف مره واثنين وثلاثه. ده بعيدا عن حته ان سواء انا كنت بدات البيزنس ده لما اتشرح لي من كذا سنه، او ما كنتش بداته، كان زماني صرفت فلوسه برضه هي على شويه هدوم من بره وما استفدتش اي حاجه. انا حاسس بيك، لكن في الاخر انت لازم تفهم ان اللي جاي لازم يكون مختلف تماما عن اللي فات. طيب دلوقتي ايه الخطوه اللي جايه؟ كل اللي انت عرفته ده مش كفايه للاسف عشان تبدا، لان لو فهمت فكره البيزنس ده هتفهم ان مصلحتي ان انت تشتغل وتنجح وتعمل فلوس. بدايتك لا يعني مش هتعني لي ولا هتعني للشخص اللي دعاك اي حاجه، لان النهارده لو انا بدا معايا اي شخص، تعبت معاه وبذلت معاه مجهود واديته وقت والشخص ده ما عملش، فبالتالي انا مين الخسران الاكبر في اللعبه دي؟ الشخص اللي دعاك، لانه في الحاله دي ادى وقت ومجهود ويمكن كمان فلوس كتيره جدا عشان خاطر يساعدك انك تكبر وتنجح، وفي الاخر الانتاجيه ما كانتش احسن حاجه. فده من اكتر الحاجات اللي انت محتاج تفهمها، ان الشخص اللي دعاك يهمه نجاحك، يهمه جدا نجاحك. فعلشان تبقى الامور واضحه من البدايه، في 6 شروط هترجع دلوقتي حالا بعد الفيديو ده دلوقتي للشخص اللي دعاك وتساله، تقول له انا مبدئيا شفت الفيديو، عايز اعرف ال6 شروط دول. ال6 شروط دول صدقني مهما كان خبرتك ومهما كان علاقاتك ومهما كنت بتفهم او لا في مجال الاونلاين، لو التزمت بال6 شروط دول، اي مكان اللي نفسك تحققه او اللي نفسك توصل له في حياتك هتعمله من كيان، وهتعمل فلوسه من كيان ما فيهاش ولا كلمه ما شفتهاش في حياتي ولا في البيزنس ده ولا في مصر ولا بره مصر. لو في اي مشكله في اي شرط من ال6 شروط، لو ليها حل الشخص اللي دعاك هيساعدك ان انت تحلها. طيب ملهاش حل، يبقى نصيحه اخ، اصرف نظر عن البيزنس ده، لان ولا انا عايزك انت تبقى اشتريت شويه هدوم وروحت كده كده انت مش خسران حاجه، انت راس مالك تقريبا بتستفاد بيه من منتجات. فانا مش عايزك حتى تكون اشتريت شويه هدوم بفلوسك وروحت، ولا انا عايز الشخص او الكوتش بتاعك يكون بيدي وقت ومجهود على الفاضي. تمام؟ عشان كده ال6 شروط دول هو الفيصل في قبولك في البيزنس ده بامر الله. عشان كده ارجع دلوقتي حالا للشخص اللي دعاك واساله على ال6 شروط، واتمنى لكم يا رب كلكم النجاح والتوفيق. يلا دكتور، كفايه كده اتاخرنا وعايزين نروح نتكل على الله. بقالنا قد ايه؟ يلا يلا بينا. السلام عليكم. كيان بتصبح واحنا في كيان دقيقة بدقيقة شغالين، مهما نشوف هتلاقونا مكملين.